الأحداث اللي صارت لاصحاب الدبابات في امريكا حسستني انه البلد هذه عباره عن لوبي جراند بالحقيقه. هذا لانه اصحاب الدبابات هذولي سووا كل شيء اللي يمكن ينقلهم للسجن، ومن ضمنها انه يدوس 2000 كيلو في الخط السريع، لكن هذا لين جات الدوريه اللي عنده وحصرت الرجال وما في اي مجال للهرب. ولكن من عبقريه صاحب الدباب سوى حركه ما تخطر على بال الانسان، جنب وعكس الشارع. بدون استهبال، الزواحف هم اكثر ناس بهروني في الاونه الاخيره. دقيقه، لا مو هذول الزواحف الثانيه، لانه اول ما نزلت الكاميرا 2025 الجديده اللي حتى ما وصلت لبعض وكالات السيارات، وصلت الهذول المفحطين بطريقه ما وعطوها شوطين درفت. والعيون مين؟ العيون حميدان. لكن يعطيهم العافيه المرور العام اللي القوا القبض على المفاحطين وفي نفس اليوم، يعني كانوا ناويين يتعشوا في واحده من المطاعم هذه، بس الحين بيتعشوا عدس. تدرون انه دوله قطر كانت من اوائل الدول العربيه في تطبيق انظمه الرصد الالكتروني، او بالعربي يعني ساهر، والكلام هذا في 1994. وبرضه تدرون انه وزاره الداخليه القطريه كرمت اول مخالف للسرعه. شوفوا، تم تكريم اول المخالفين للسرعات المحددة على الطرق الخارجية بعد استعمال أجهزة مراقبة السرعة الرادار. صراحة أنا أشعر بالأسف لهذا المخالفة، وهم كرموني لكي لا أخالف ثاني مرة. شوفوا تعابير الرجال، ما هو داري يفرح ولا يزعل. من أسبوع تقريبا في واحد من العيال اللي أعرفه وعايش في أمريكا أرسل لي لقطة الداشكام هذه لأسوأ سواقين في تاريخ أمريكا كلها. هذا لأنه الأول قطع الرجال من قدام، والثاني كان بينقله للمستشفى. اتوقع هذه اول مره اطلبكم يا متابعيني تشرحوا بدالي، لاني صراحه فكرت في كل الاحتمالات المنطقيه اللي يمكن تدور في بال الشخص اللي يصور عشان يسوي الشيء هذا، لكني ما وصلت للنتيجه. يرحم امكم، الهموني في التعليقات. وانا عندي رساله حابه اوجهها لصاحب المقطع هذا. اول شيء، مين يمشي 200 كيلو داخل حاره؟ والشيء الثاني، رجع فلوسك من اخر محطه رحت لها، لانهم نصبوا عليك. وفي اللقطة هذه الشخص هذا قابل الكاميري هذه عند المحطة، واللي أنا فهمته إنه الكاميرا تشتت من صاحب الداشكام لأنه بعدها قبع على الرصيف. وفي النهاية، هل تشوفوا الدعاوي اللي وجهها لصاحب الداشكام مبررة؟ السلام عليكم. عبي 50. أنا أقول حسبي الله عليك، قول أفا. حسبي الله عليك دنيا وآخرة. أفا. أسأل الله لا يوفقك. ليه؟ تعال. أنا ماني قادر أأكد إذا الشخص هذا كان حاط كامل تركيزه على الكاميرا، أو إنه نسي إنه سيارته عندها فرامل يقدر يستعملها. المشهد اللي في هذه اللقطة حرفيا كأنه طالع من فيلم هندي. هذا لأنه الشخص هذا هو وحبيبته لما طاحوا من الدباب، هو جاء حضنها وقال لها لا لن تذهبي وتتركيني. بس دقيقة، والله أحس فله يوم تزحلق على الأرض. لكل مستمعين هذه اللقطة، أنا آسف مقدما لآذانكم، لكني ودي أعرف لأي درجة السالفة هذه مشوقة عشان تلهيك عن السواقة. وغير كذا ترى في ميزة في السيارة اسمها فرامل، ثاني مرة يستعملها الله يعافيك. شوف بقى اسمع، جاي يقول له معاذ انزل جيب العجل. عاد موجودة اقسم بالله، راكها في العدة. عشان ايش؟ هذا مقطع ثاني. اوكي، وقت الجد الحين. تتوقعوا لو المستنج والدوج هذول طارحوا مين منهم بيفوز؟ في جدار، ايوه جدار في احد المدن الروسيه انهد ودمر معاه السيارات. والخبر الحلو انه ما في اصابات، لكن الخبر اللي مو حلو سيارات الناس راحت، مين بيعوضهم؟
اوكي خلونا نحسم الموضوع. التشالنجر هيلكات بطيئة، الكورفت سي 8 زد ار 1 ابو كلب، الشلبي جي تي 500 كود ريد. ايوه كذا، هذا لانه شركة التعديل الامريكية التابعة لشركة فورد شلبي امريكا اعلنوا انهم بيصنعوا 30 نسخة من هذا الوحش اللي يولد 1300 حصان واللي تخلص سباق الربع ميل في 8 ثواني. ومع الارقام هذه في احتمال تصير من اسرع سيارات العالم في سباق الربع ميل، وهذا بالنسبه للسيارات الغير معدله. للمعدله فما اعتقد انه في اسرع من هذا الجي تي ار في سباق الربع ميل. هذول مجموعة من الشباب في لندن وكانوا يسووا شغب في شوارع لندن، وهذا لين واحد منهم حاول يهوش الواحدة من السيارات وفي النهاية جاب العيد. وشوفوا كيف راعي السيارة المسكين تصرف. من بين كل اللقطات المجنونة اللي تصير للشرطة في أمريكا ما أتوقع إننا بنشوف أغرب من هذه، لأنه الشرطي هذا كان يلحق السيارة واللي يسوقها كان سكران، والشرطي حاول إنه يتعدى الهارب لكن صار له كذا. برأيكم كم هي كمية الحشيش اللي لازم تتعاطاها عشان تسوي شيء زي كذا؟ والشخص اللي رفع هذا المقطع على الانستغرام حط كابشن مياتا تهايط على لامبورجيني، لكن هذا اللي صار. وانا اعتقد انه الكابشن لازم يتغير لقومة كامارو ضد مياتا، لانه ما في اي مستوى بين المياتا واللامبورجيني. خبراء الدبابات قولوا لي رأيكم، الشخص هذا طبيعي ولا هذه الأعراض الجانبية لامتلاك دراجة نارية؟ وبس حقيقي شكرا على المشاهدة. جميع روابط المقاطع موجودة تحت